حقيقي على المذهب الحق، بل إني أعتبره خروجا عن المذهب بصورة واضحة وجلية، فهو قد تأسى بالخوارج والتكفيريين وشذاذ الآفاق، وعصى عصيانا لا مجال معه للشك والريب، وخرج عن الأسس التي اختطها لنا المعصومون سلام الله عليهم أجمعين، وهو بالتالي يعتبر من الآن فصاعدا ليس من المذهب ولا من مدرسة أمير المؤمنين عليه السلام القائل في قصاصه: ضربة بضربة. وكذلك خروجه عن السنة التي جاهد بها الإمام الحسين عليه السلام، الذي ما انتصر إلا لكونه مظلوما، وكما قيل في الحكمة: تعلمت من الحسين أن أكون مظلوما فأنتصر. وعليه أولا على الجهة التي ينتمي إليها، وعلى الرغم من انشقاقه عنا آل الصدر، طرده وتسليمه إلى الجهات المختصة لتنزل به أشد العقوبات. ثانيا على الحكومة اعتقاله فورا وبلا أدنى تردد، فإنه لم يسئ لسمعة التشيع فحسب، بل إلى سمعة الإنسانية جمعاء، وإلى الخط الوطني، ولسمعة العراق أجمع. فإن لم تفعل الحكومة ذلك فسيكون ذلك سنة لا سامح الله، وبالتالي سأتدخل شخصيا بمعاقبته بمدة أقصاها 72 ساعة. ثالثا يجب أن يكون هنالك موقف واضح وحازم من كل المرجعيات والقيادات المنتمية للمذهب، وأن يسن فيها عقوبة لفاعل تلك الجريمة أيا كان. رابعا نحن لا ندافع عن المذهب عبثا وبطرا، بل لأنه يحمل معاني الرفعة والإنسانية والأخلاق السامية. وكذلك أننا لا ندافع عن العراق إلا لكونه قد وقع بأيادي قطاع الرقاب والمتلذذين بالدماء. وبالتالي فإن خرج الأمر وكانت كل الأطراف المنتمية لمثل هذه الأفعال فلست أستطيع الدفاع عن الباطل وعن المنتمين للمذهب والعراق زورا وباطلا، بل يجب إخراجهم عن تلك العناوين السامية حتى نستطيع إكمال المسيرة الجهادية الأبوية والإنسانية. ولقد أعذر من أنذر. خامسا على العراقيين أجمع عدم التعاون والتعاطف مع مثل هذه الأفعال الوقحة المسيئة لسمعة العراق والمذهب، بل وعليهم مقاطعة مثل هذه الجهات التي تحز الرقاب باسم المذهب تارة وتقتل المصلين تارة أخرى، فإن مثل هذه الأفعال جعلت من الفاعل والمتعاطف منتميا إلى فسطاس معاوية ويزيد وآل مروان، ممن أخذوا على عاتقهم التنكيل بالحق وأهله وشق الصف الإسلامي، ولا زلنا نعاني من ويلاتهم إلى يومنا هذا. ألا فلعنة الله على القوم الظالمين، ونسأل الله أن يحمي دينه ومذهبه وسمعتنا آل الصدر، وخصوصا أن التسجيل الصوتي الذي وصل إلينا وتحز فيه الرقاب قد ذكر فيه اسم السرايا المطيعة لنا آل الصدر، ونحن منه ومن أمثاله براء، ونحن نعلم انتمائه إلى أي جهة
وسنعلن ذلك بعد انتهاء المدة المحددة آنفا. مقتدى الصدر. شكرا لكم.